قال لها فطارك مش معانا يا ماي. قالت له لا يا احمد. قال لها فطارك في الجنه. راح مطلع السكينه وخبط امه 3 طعنات في رقبتها وفي صدرها. جير الاب لقى ابنه بيطعن في امه. لا كده يا احمد، لا كده يا احمد، لا يا احمد. قال له روح معاها يا باي، ما تسيبهاش لوحدها. ندى لما سمعت ابوها الحقوني يا بنات، الحقوني يا بنات، جيت على المطبخ. في ايه يا احمد، في ايه يا احمد؟ راح خبطها طعنتين. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الشرقية، مركز ابو حماد، قرية اسمها قرية كشيك. اسمها كده قرية كشيك. ايه اللي حصل في القرية دي؟ طبعا كلنا يوم العيد اللي ربنا قدره وقام صلى العيد، كان صلاة العيد حوالي يعني الناس نزلت من بيوتها على 6 إلا 10 6، لأن صلاة العيد كانت 6 وربع. الناس كلها بتروح الساحات، بتروح الجوامع، بتروح المساجد والمصليات، بتروح الاستاد، أيا كان المكان، وإن كان سنة عن الرسول المكان الخلا اللي هو المكان يعني اللي ملوش سقف. عشان كده في ناس كتير بتصلي في المدارس اللي هو في الحوش، في الفسحاية، في المكان الفاضي بيصلوا فيه، وغالبا بيكون فيه النوادي الرياضية. الناس كلها بتقعد بيكبروا ويهللوا، وبعد كده بيصلوا صلاتين العيد السنة، وبعد كده بنسمع خطبة العيد، وبعد كده بنقعد نعيد على بعضنا في الشوارع لأنها بتبقى أسر وتجمعات، وبعد كده كل واحد بيروح على بيته علشان اللي عنده أضحية بيذبح، ويبتدي مراسم الذبح وتوزيع حسب الشرع معاه التلت والتلت، الكلام اللي احنا عارفينه. اللي حصل في قرية كشيك مركز أبو حماد شرقية، شاب جامعي آخر سنة ليه في كليته اسمه أحمد. صحي على الفجر، صلى الفجر، فضل قاعد لغاية صلاة العيد. أبوه وأمه وأخواته صحيين، طبعا ليلة العيد نزل يصلي العيد، صلى العيد وعايد على قرايبه وعلى الناس اللي كانوا بيصلوا ورجع البيت. طبعا احنا متعودين، ودي عادة ربنا ما يقطعها، الناس بيفطروا بلحمة، ويعني بتبقى مش بيفطروا يعني الساعة 6 الصبح، لا يعني على الظهر كده بتكون الأم مطيبة اللحمة، وبتيجي تعمل حاجة اسمها طاجن الفتة اللي هو عيش برز واللحمة من فوق، وده أكلة تكاد تكون كلاسيكيات يعني شعبيات أيام ما كان الناس معاها فلوس وبتذبح وبتاكل. فأحمد أول ما دخل، أبوه وأمه وأخواته بيسأل أمه فين؟ أمك في المطبخ بتجهز الفطار عشان نفطر، كل سنة وأنتم طيبين. دخل على أمه، قالت له يا أحمد الحمد لله على السلامة يا حبيبي، ربنا يتقبل منك. بتعمل إيه يا أمي؟ قالت له يا ابني بطيب اللحمة نص ساعة بالظبط وأعمل لكم طاجن الفتة، وكل سنة وأنتم طيبين ونفطر كلنا مع بعضين. قال لها فطارك مش معانا يا أمي. قالت له لا يا احمد. قال لها فطارك في الجنه. في الجنه كيف يا ابني؟ امه لسه صغير في اواخر الاربعينات. راح مطلع السكينه وخبط امه 3 طعنات في رقبتها وفي صدرها. فطارك مش معانا يا امي، فطارك في الجنه. في الوقت ده الاب سمع الست وهي بتصرخ. الأم اسمها ابتسام. في آية ابتسام، في آية ابتسام. جير الأب لقى ابنه بيطعن في أمه. لا كده يا أحمد، لا كده يا أحمد، لا يا أحمد. قال له روح معاها يا باي، ما تسيبهاش لوحدها. دب دب دب. وقع على مين؟ على مراته الأب اللي اسمه عبد السلام. في الوقت ده ليه أختين بنات، هو وحيد على أختين بنات، بنت اسمها ندى وبنت اسمها ياسمين. ندى لما سمعت ابوها الحقوني يا بنات، الحقوني يا بنات، جرت على المطبخ.
في ايه يا احمد، في ايه يا احمد، راح خبطها طعنتين، بقت الام على الارض، الاب فوقيها، ندى فوقيهم، مفيش غير ياسمين. ياسمين بصت لقت اخوها طلع عليها بالسكينه، فتحت الباب وابتدت تصوت في الشارع. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ البنت فقدت النطق. ما هو حاجه يعني احنا بنتكلم يا جماعه على الساعه 7 الصبح، 7 ونص 8، حاجه غير منطقيه. يعني الناس جايه، احمد ده جاي من صلاه العيد، جاي من صلاه العيد، مش هقول لكم كان نايم، مش هقول لكم كان بيذاكر، مش هقول لكم جاي من الامتحانات، ده جاي من صلاه العيد. هو تقريبا قال لك هي هضحي بيهم، يعني الناس بعد صلاه بتضحي، فهو ضحى بامه وضحى بابوه وضحى باخته، وكان عايز يضحي باخته الثانيه ياسمين. عقبال البنت ما خد يا بنت ملك، يا بنت ملك، يا بنت. بابا وماما شاورت على البيت، دخلوا الناس لقوا الواد قاعد ماسك السكينه وقاعد يغرس فيهم. لا يا احمد كده، لا يا احمد كده. قال لهم دول فطارهم في الجنه. اتصلوا بالشرطه، جت الشرطه مسكت احمد. وايه اللي حصل يا جماعه؟ قالوا ما نعرفش. مين الناجي الوحيد في الموضوع؟ ياسمين. تعالي يا ياسمين. قالت انا ما اعرفش حاجه، انا لقيت اخواتي بيزعقوا واختي بتزعق وبابا سمعته وهو بيصرخ وماما قبليها كانت بتصرخ، بس كنا قاعدين نتفرج على التلفزيون، فبابا لما زعق جريت شفت الايه اللي حصل ده، خفت وجريت دخلت بره، طلعت بره. لما بيسالوا الجيران، في بعض من الجيران قالوا احمد. طبعا هنا الناس ما بيتوقعوش غير حاجه واحده بس، ان الواد ده مريض نفسي. عشان كده احنا بنقول يا جماعه بلاش والنبي كل واحد يعمل جريمه نقول ده مريض نفسي، لان اي حد بيعمل جريمه اهله بيروحوا يجيبوا دكاتره من بعض الاطباء اللي يعني اللي بيكون زمامهم خاربه احيانا، لان كل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش، ففي ناس وحشه. فبعض الاطباء بيطلع شهادات انه كان بيتعالج عندهم من سنه من، فمش عايزين يعني اللي قالوا كان مريض نفسي. انتوا على اي اساس قلتوا الكلام ده؟ هيقول لك اصل ما فيش واحد بيضرب امه ويضرب ابوه، ما ممكن يكون اتخانق مع عمه. هو احنا كنا معاهم؟ الكلام ان هو في العيد وفطارك في الجنه، الكلام ده الناس بيقولوه، هو كان حد معاهم في المطبخ؟ يعني احنا ليه بنقول بننسج افلام وبنألف كلام، نقول دخل على امه كل سنه وانت طيبه يا مايا، قالت له نص ساعه يا ابني وهجهز الفته دلوقتي، كل سنه وانت طيب، لا يا ماما ان فطارك في الجنه. كل ده عشان نقول ان الواد مجنون وان الواد مريض نفسي؟ ابدا. ده ممكن. طب هقول لكم سيناريو تاني، الواد دخل لامه، يا مايا الاكل فاهم، لسه ما عملتوش، لا انا جعان، ابوك على ابو اللي جابك، اتخانق مع عمه راح خبطها. ما ينفعش السيناريو ده. ولما ابوه دخل اتخانق معاه راح ضربه، او بعد ما ضرب امه جات له حاله من الهياج. يعني ليه بنقول ان هو مريض نفسي؟ على اي اساس جبتوا الكلام ده؟ كل الناس بيقول لك اصله واضح انه مريض نفسي. ايه لما هو انت مريض نفسي ازاي طالب جامعي وازاي بيدرس وازاي نجح لغايه نص السنه رابعه؟ احنا اللي بنفتي يا جماعه. قولوا جريمه قتل، شاب قتل ابوه وقتل امه وقتل اخته، بعد كده الطب الشرعي بقى والمحكمة تحكم إن كان مريض نفسي ولا مش مريض نفسي. على كل تم القبض على أحمد. هو دلوقتي في أثناء التحقيقات. الأب وطبعا الأم ابتسام خلاص دي عربية الإسعاف يعني قالت لا دي ميتة، الموضوع منتهي. أما الأب عبد السلام وندى فهم بين الحياة والموت، واخدين أكتر من 20 طعن. ما اعتقدش يعني ربنا طبعا يديهم الصحه وطول العمر، لكن الراجل عبد السلام لو عاش مش هيقدر ينسى اللي حصل لمراته، مش هيقدر، يعني ربنا يتولاها برحمته ويصبر. لكن هنقول ايه؟ اهي جريمه دي في بعد صلاه العيد مباشره، مجزره. لله الامر من قبل ومن بعد.